ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فيديو النهارده من الفيديوهات اللي بحب اعملها لان انا بحس ان انا دايركت قوي معاكم، يعني بحس ان انا باخد ودي معاكم دايركت، لا سكريبتات بتتكتب ولا نقط بتتحط بنتكلم فيها. بحس كده ان احنا قاعدين في اوضه وكل واحد بيقول رايه في كومنتات بقى، طبعا بعد الفيديو اللي بنزله كل واحد بيحاول يفيد اللي قدامه. فكلامي اللي هقول لكم النهارده هي دردشه، انا بستفيد منكم بالدعاء وانتم بتستفيدوا مني بالمعلومه اللي بقولها بناء على التجربه اللي انا عشتها هنا في دبي. فخلونا ما نطولش كتير في المقدمه دي وخلونا نبتدي الفيديو مره واحده واقول لكم فكره الفيديو النهارده بتتكلم عن ايه. 90% يعني خلينا نقول 80 عشان ما نافورش، 80 90% من الاسئله اللي بتجيلي على انستجرام هي اسافر ولا ما اسافرش. والله انا بشتغل في المجال الطبي، اسافر ولا ما اسافرش؟ بشتغل في مجال الهندسه، اسافر ولا ما اسافرش؟ انا راجل بشتغل مش عارف فين، اسافر ولا ما اسافرش؟ ففيديو النهارده ده هيحسم الجدل في موضوع تسافر ولا ما تسافرش. واي معلومه انا هقولها لكم في الفيديو النهارده هتكون مبنيه على تجربه خاصه، بما ان انا سافرت يعني السعوديه والامارات دلوقتي بقالي 12 سنه 13 سنه مسافر. فاعتقد الفيديو ده يعني هيفيدك شويه. معظم المعلومات اللي ممكن اكون بقولها لك دلوقتي في الفيديو دي ممكن تكون انت عارفها بالفطره، لكن صدقني في تفاصيل جوه كده ممكن لو قلتها تنور لك فكره في دماغك او توضح لك حاجه ما كانتش واضحه بالنسبه لك. فشوف الفيديو مش هتخسر حاجه، ولو حسيت انه مفيد شيره لحد من حبايبك واعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان هننزل فيديوهات تانية من نفس النوعيه دي. بص يا معلم، فكره انك تتصل بحد عايش في الدوله اللي انت عايز تسافر لها وتساله تقول له اسافر ولا ما اسافرش، دي فكره فاشله، لان ببساطه اجابته هتكون مبنيه على تجربته الشخصيه، واللي هي في الغالب هتكون مبنيه عن حاجتين: رقم واحد امكانياته ومهاراته اللي اهلته انه يطلع يشتغل في البلد دي، رقم اتنين توفيق ربنا ليه. عارف الموضوع عامل زي ايه؟ الموضوع ده عامل زي ما مثلا تروح تسال واحد صاحبك هو انت ايه رايك في الجواز، فاجابته مليون في الميه هتكون مبنيه عن تجربته الشخصيه في الجواز. فمثلا في واحد تساله يقول لك الجواز ده 100 100 وحياه الوحده دي كانت حياه كئيبه، والجواز ده احسن حاجه في الدنيا، وحلو قوي انك تلاقي شريك معاك في البيت وشريك في حياتك يونسك وتسافر معاه ويكون اهتماماته من اهتماماتك ويخلي لك الدنيا جنه. يعني الجواز ده يبينه لك ان هو حاجه كده تحفه. في واحد تاني ممكن يقول لك لا والله ده الجواز ده اسوأ حاجه انا عملتها في حياتي يا معلم، ده الجواز ده هيقضي على حريتك، ده مفيش احسن من الحريه، الجواز ده مسؤوليه، الجواز ده خلفه وعيال عايزه بامبرز ومدارس ودنيا، فهيكرهك في الجواز. دي بالظبط نفس فكره انك بتسال واحد انت اسافر ولا ما اسافرش البلد اللي هو قاعد فيها، هيبني لك من الاخر اجابته على تجربته الشخصيه، واحتمال كبير تكون اجابته دي ما تناسبش حياتك الشخصيه، ما تناسبش حياتك الماديه، ما تناسبش ظروفك، امكانياتك ومهاراتك غير امكانياته ومهاراته، فبنسبه كبيره الاجابه هتكون غلط. طب ايه الحل؟ الحل يا صديقي انك تروح تكتشف قصتك بنفسك، تروح تدور على الاجابه بنفسك وتسعى، لان ظروفك ومهاراتك وسعيك وتوفيق ربنا ليك مختلف عن ظروف ومهارات وسعي اي بني ادم تاني في ظروف تانيه. وبالتالي موضوع تسافر ولا ما تسافرش ده ملوش قاعده ثابته، لازم تروح انت وتجرب، يمكن ربنا يوفقك، يمكن هو ما وفقش شخص معين ونقل لك تجربته غلط فممكن يوفقك انت. وبعدين عشان ما ترجعش تلوم على حد لو قال لك مثلا سافر ورحت لقيت النتيجه عكس ما انت كنت متوقع فترجع تلوم حد. فالخلاصه هنا من الاخر انك روح اكتشف ده بنفسك واسعى ومش هتخسر حاجه. عارفين بقى ايه اللي اهم من ده؟ اللي اهم من اجابه سؤال تسافر ولا ما تسافرش حاجه تانية خالص. في اسئله لازم تسالها لنفسك قبل ما تسافر اصلا، قبل ما تسيب بلدك واهلك واصحابك واحيانا ولادك وتسيبهم وتطلع تسافر بره. عايز اسالك كده كام سؤال وانت جاوبني عليهم. هو انت بجد جاهز انك تتغرب؟ ركز في السؤال كويس، اصل انت مش هتصحى من النوم تقوم تحضر شنطتك وتروح تاخد سيلفي مع المضيفه. Where are you from? Singapore. Singaporean. أنا قلبي اتفتح للرحلة دي. ده انت في حاجات تانية مستنياك تقشعر لها شعر رجليك، ولازم تحضر نفسك ذهنيا وبدنيا وماليا وعصبيا، وتاخد معاك برطمان اشواجندا علشان لازم تكون تلاجة عشان تعرف تتصرف بهدوء في المواقف الصعبه. بص، وانا مش عايز اخوفك من الموضوع، بس مبدئيا كده من اللحظه اللي انت نزلت فيها من الطياره انت رئيس جمهوريه نفسك. اهلك اللي انت معتمد عليهم خلينا نقول بنسبه 50% من يومك مش معاك، يعني امك واختك مش هيحضروا لك لا الغدا ولا العشاء، ابوك مش هيملى لك الثلاجه علشان لما تجوع تقوم تعمل لك سندوتش، اخوك مش في ظهرك علشان لو دخلت اي مشكله ومحتاج حد في ظهرك مش هتلاقيه. طيب هل انت جاهز انك تسيب الناس دي وتسافر؟ طب السؤال الثاني، هل انت جاهز انك تخطط لحياتك ماديا؟ لان انت من اللحظه دي انت المدير المالي للقرشين اللي حيلتك، وفي نفس الوقت انت مستثمر، يعني المطلوب منك انك تحول القرشين دول لملايين والالافات في فتره معينه او لفتره زمنيه معينه انت اللي هتحددها. طيب جاهز للشغل اللي بجد؟ ده بجد بقى ده مرمطه السنين. اصل اقول لك على حاجه، جو بقى انك تروح الصبح تفطر وبعد الظهر تتغدى وفي البريك كده كل بريك تاخد لك سيجاره، ده مش هياكل معاهم خالص. انت هنا بالنسبه لهم مكنه، فالمكنه لو ما جابتش قماش فهيطبق عليك سياسه الاسترجاع، وسياسه الاسترجاع هنا مش
15 يوم يا حبيبي، لا هي بتبقى فتره تجربه تتراوح ما بين 3 شهور ل6 شهور. فانت لو ما اشتغلتش بجد ال3 شهور او ال6 شهور تجربه اللي مكتوبين في العقد ده، هتتشحن لبلدك معزز مكرم. فانت من الاخر لازم تكون مؤثر في مكانك، لازم توريهم من اول يوم ان هم استثمروا فيك صح. طب بص، سيبك بقى من اللي فات ده كله، جاهز انك تعيش هنا من غير واسطه سواء في الشغل او في الحياه العامه يعني. اصل انت لوحدك لسه مالكش علاقات في البلد دي، ومفيش حد فاضي اصلا ان هو يحل لك مشاكلك، ده اللي انت هتشوفه بعينك، او حتى حد يخلص لك ورقك زي ما احنا متعودين في مصر مثلا يعني. فلو كنت عايش على قفا الواسطه انساها يا معلم، لان اسرع لك واوفر لك واحسن لك بكتير انك تنجزها بنفسك. يعني هنا مدام عفاف مش فاتحه الدرج عشان تغمزها ب 200 جنيه وتمشي لك الدنيا بدري بدري، ولا هتغمز العسكري بقرشين علشان يخلص لك مخالفاتك او يطلع لك رخصه او يمشي لك الدنيا في المرور. مفيش الكلام ده يا معلم. لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. فانت حضر نفسك نفسيا وبدنيا وماليا انك هتخلص كل ده بنفسك وبالشكل القانوني اللي البلد حطاه. وصدقني انت مع الوقت هتولف على النظام، هتحب النظام، وهتلاقي نفسك راجع بلدك كمان بتنتقد العشوائيه مش عاجباك. لو كمان هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتقول للناس احنا عندنا في دبي ما عندناش العشوائيه دي. خدت بالك انت من عندنا في دبي دي؟ ده انت هتاخد بسببها شويه تريقه وهتطلع على المسرح طول فتره اجازتك دي. خد بالك، ركز معايا. فانت حتى لو عايز تنتقد العشوائيه حاول ما تحورش، يعني ما تروحش تقول عندنا في دبي دي علشان دي فيه حساسيه منها شويه. المهم اللي انا عايز اقول لك عليه ان النظام اللي انت عشت فيه بقالك فتره طويله هيحسسك انك جزء منه، بقيت خلاص جزء من النظام ده. لو المصيبه انك مش هتقدر تستحمل العشوائيه اللي انت ممكن تعيشها في فتره اجازتك، وهتبقى مستني ان انت امتى بقى ترجع للنظام والانبساط والكلام ده كله، عارف هتبقى بين احساسين عكس بعض. نفسك ترجع للنظام وللنظافه وفي نفس الوقت مش قادر تسيب اهلك واصحابك وتسافر. بس ما تقلقش، يعني هو مع الوقت انت هيجي لك برود وتبلد في المشاعر لما الناس بقى تنساك مع الوقت ويبطلوا يسالوا عليك شويه بشويه. عادي يعني، قشطه، هيتعودوا على غيابك وبتاع وخلاص. المعلم ده مسافر بياكل عيش، فمع الوقت بقى ايه الناس دي هتنساك شويه بشويه وهيجي لك تبلد في المشاعر. فمش هتحس بالاحساس ده في كل مره هتنزل فيها اجازه، لان هم مش هيكونوا متاحين او مستنيينك في كل اجازه لما تنزل تشوفهم. فتستسلم للغربه وتوهب نفسك للحياه الجديده اللي انت مضطر تعيشها واللي انت اخترتها بنفسك. بص انا برضو مش عايز اصعبها عليك، بس في حاجات تانية اهم ممكن انقلها لك. مثلا دي انا عشتها بنفسي. انت جاهز انك تعيش حاجه زي المرض مثلا لا قدر الله؟ جاهز انك تعيشه لوحدك؟ اصل موضوع المرض ده هيتكرر كتير ولازم تعيشه لوحدك على فكره. ما ينفعش تقول لاهلك، انت حرفيا مش هتقدر تقول لاهلك، لان انت بس لو سخنت شويه او جالك دور برد قوي ورحت قلت لاهلك ده هيزود المشكله مش هيحلها. فانت اوتوماتيك كده بمجرد ما هيجيلك شويه تعب، او انا في مره اقسم بالله دخلت عمليه ما قلتش لاهلي. ما هو انا لو قلت لهم مش هرتاح، حرفيا هزودهم قلق وهم في بلد وانا في بلد. طب هنستفيد يا جماعه؟ ما القلق هيزيد وانا كمان مش هرتاح. فبنطق الشهاده وبتوكل على الله واللي يحصل يحصل بقى، مش مشكله. مع ان في ناس بينتقدون على الموضوع ده، اللي يقول لك يا عم قول لاهلك برضو، خلي الناس تدعي لك، خلي الناس برضو يعني تقف جنبك حتى لو بالدعاء. لكن انا من انصار اللي هو انت لو تعبت وانت في الغربه ما تقولش لحد، لان انت حرفيا مش هترتاح وهتزود قلقهم، والموضوع في الاخر هو في ايد ربنا. ده بدايه يعني من شويه سخونيه لحد طبعا عمليات وحاجات لا قدر الله ربنا يعافينا كلنا منها. لكن احنا كلنا معرضين لحاجه زي دي في حياتنا بالمناسبه يعني. انت بقى يا برنس جاهز للموضوع ده؟ على فكره دي عايزه قلب جامد برضو عشان تبقى عارف. طب انت جاهز انك ممكن وارد انك تتسجن بسبب غلطه صغيره او مخالفه مرور؟ زي ما قلت لك في الاول، هنا مفيش عسكري هتغمزه بقرشين فيشيل عنك مخالفه او الكلام ده كله. وهنا في مخالفات بتوصل لحد السجن، علشان مثلا زي كسر الاشاره او انك تمشي مثلا من غير رخصه او برخصه مخالفه. كل ده بيعرضك للسجن. فانت جاهز يا معلم لانه يتطبق عليك النوع ده من القوانين؟ هتتقبله يعني؟ حط في دماغك كام سؤال اللي اقولهم لك دول وفكر فيهم كويس، دول هيساعدوك في انك تاخد قرار اصلا انك تسافر ولا ما تسافرش. بص انا مش عايز اطول عليك، بس لو انت شايف ان كل الاسئله اللي فاتت دي انت جاهز ليها، في حاجات تانية انا ممكن اقول لك عليها داخليا عشتها، لكن هتاخد مننا وقت كبير قوي والفيديو فعلا هيطول. بس لو كل الاسئله اللي قلتها لك قبل كده انت جاهز لها وجاهز انك تواجه كل المواضيع اللي انا قلت لك عليها دي، اتغرب يا معلم. بس لو انت بقى مش جاهز، نصيحه من العبد لله، ما تضيعش وقتك وفلوسك، لانك هتستسلم بدري وهترجع وهتبقى خسرت فلوس ووقت ومجهود وهتبقى محبط كمان نفسيا. فانت جاوب الاول على كام سؤال اللي انا قلتهم لك في الاول، وبعد كده يا سيدي يبقى خد قرارك في السفر. وارد جدا لما تفكر في الكام سؤال اللي قلتهم لك دول تلاقي ان الاحسن انك تقعد جنب اهلك وانك ما تسافرش. وكلامي ده مش معناه انك لو ما سافرتش تكون انسان فاشل او انت هتعيش طول عمرك فاشل.
تفشل في البلد اللي انت فيها. مش كل اللي قعدوا في بلادهم فشلوا وما نجحوش، مش كل اللي سافروا واتغربوا بقوا مليونيرات ما شاء الله. القصه كلها في اختصار الوقت للوصول للنجاح. يعني لو انت سافرت ممكن ده يختصر وقتك في انك تنجح اسرع، لكن السعي مهما كان مكانه سواء في بلدك او في بلد تانية اكيد في اخرته هيكون نجاح، بس هو بياخد وقته. بص، خلي هدفك من السفر هو السعي فقط لا غير، لان ربنا امرنا بيه، ولان ثوابه ما يقلش عن اي فرض اتفرض عليك زي الصلاه والصوم والزكاه وغيره. بص يا معلم، وعن تجربه شخصيه اقسم بالله ما هتاخد غير رزقك سواء انت في بلدك او بره بلدك، لكن زي ما قلت لك القصه كلها في السعي لا اكتر ولا اقل. واخر حاجه هقولها في الفيديو ده، لو انت عندك اي سؤال او اي محتوى انت عايزني اقوله في فيديوهاتي اكتبه في الكومنتات او ابعت لي على انستجرام في الدي ام، انا برد على كل الاسئله، سواء الاسئله دي عن الوظائف، سواء الاسئله دي عن العيشه في دبي، سواء انت في محتوى معين عايزني اصوره. اكتب لنا كمان في الكومنتات انت من اي بلد وليه بتفكر انك تسيب بلدك وتيجي دبي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وهننزل فيديوهات يا رب ان شاء الله، بس عشان انا مضغوط في الشغل ان شاء الله يكون عندي وقت اصور فيديو حتى وانزله كل يوم خميس. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.